فيلم خضني جدا وغريب جدا، بيخبط هنا كده. شفتي بيخبط هنا دي؟ تحفه. ممكن تشيليها؟ لا. قال شنب باختصار ان انا من 3 سنين بالظبط كانت الاستاذه ايتن امين مخرجه كلمتني، قالت لي بقول لك ايه، احنا معانا فكره مش هقولها وهبعت لك ورق واقراه. قلت لها ماشي، انا مش فاهم اي حاجه خالص ومش فاهم ازاي اكتب فيلم وما عنديش هذه الخبره. والحقيقه ال3 سنين اللي فاتوا كانت عباره عن ان ايتن بتنقل لي هذه الخبره ومشاركه احمد رؤوف طبعا. انا سعيد جدا ان ده حصل. ولما قريت الورق وشفت الحاجات في الاول خالص حسيت دي قريبه جدا من عيلتي، القصه دي قريبه جدا من عيلتي، قريبه جدا مني، واعتقد انها تبقى قريبه جدا من عيله اغلب الناس. يعني اي حد اتولد في مصر هيريليت على الاقل ل3 شخصيات في الفيلم. الفيلم مليان شخصيات. في حاجه غريبه جدا في الفيلم ده، ان الشخصيات الفيلم فيها يعني في شخصيه شبهي في مراهقتي، وفي شخصيه شبهي في عشريناتي، وفي شخصيه شبهي في ثلاثيناتي. ال3 دول بريليت ليهم باشكال مختلفه، بس ده فعلا ال3 شبهي في مراحل مختلفه في حياتي. دي حاجه بحبها قوي. طيب هقولك حاجة، الكونتنت عبارة عن تجربة اجتماعية مع الناس، وبنشوف نوع الفكرة أو نوع النكتة أو نوع المحتوى هينفع مع الناس أو هيعجبهم أو هيريليتوا ولا لأ، وأكوردنجلي بنبتدي ننفذ ونكتب. أو دي الطريقة اللي أنا في الواقع بحب أشتغل بيها طول حياتي. بجرب جملة وبجس نبض كده، الناس شايفاها إيه، ظريفة حلوة ينفع يجي منها تمام. بنستخدم حاجه شبهها في اعلان، بنستخدم حاجه شبهها في فيلم. او مهم برضو تريليت قوي للناس بتفكر ازاي، وتتاكد ان طريقه تفكيرك قريبه مع طريقه تفكير الناس في الوقت ده، في الزمن ده، في الساعه دي، في الارض دي. اعتقد دي حاجه مهمه جدا. فاعتقد الفيديوز اللي عملتها، الكونتنت اللي عملته ساعدني قوي ان انا افهم الناس بتفكر ازاي، والحمد لله طلعنا بنفكر زي بعض، فدي حاجه كويسه. ان انا اقعد واكتب، اصلا اقعد على مكتب واكتب دي حاجه صعبه جدا. الفيلم جزء كبير قوي منه مكتوب في عربيه وايتن بتكلمني وانا بلف مش عارف اعمل ايه، وعمال الف بالعربيه وبكتب وبنقول ومكالمه وبنسجلها وبنكتبها وهكذا. ففكره ان انا افضل قاعد على مكتب واكتب دي حاجه صعبه جدا بالنسبه لي. انا شخص ما بيعرفش يفضل ثابت في مكان، لازم اتحرك كتير جدا. لحد دلوقتي شفت فيلمين، في واحد مش فاكر اسمه بس كان رائع، اوكراني غريب جدا. المفروض يكون ممل بس انا ما زهقتش خالص. المفروض يكون ممل، لو حد وصفه لي هقول له ايه الملل ده، بس لما اتفرجت عليه ما كنتش عايزه يخلص. دي حاجه غريبه قوي. في فيلم تاني اسمه اناتومي اوف ذا فول، لا ده رهيب، يعني ده رهيب ومش عارف يتشاف كام مره. فيلم خضني جدا وغريب جدا، بيخبط هنا كده. شفتي بيخبط هنا دي؟ تحفه. ممكن تشيليها؟ لا. اقول له برافو يلا. ماشي. حلو يا ابني اللي انت عملته ده، او عندك حق. اقول له عندك حق. ممكن لو في فرصة ظريفة سعيدة جميلة ليه لا.